مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم الميزه الجديده اللي اضافها تطبيق الواتساب، واللي هي ميزه رائعه جدا، وهي تقدروا انكم تحلوا اكثر من حساب في تطبيق الواتساب بلا ما تضطروا انكم تحملوا اي واتساب اخر مثلا بيزنس او لا واتساب ذهبي. ولكن قبل ما نبداو في الشرح، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. ودابا غادي ندوزو للشرح التطبيقي. من بعد ما كتدخلوا الواتساب وكتضغطوا على 3 النقيطات وكتدخلوا البارامتر، كتدخلوا البروفيل ديالكم كما كتشوفوا في الفيديو، وهنا كتلقاو واحد الايقونه نضافت حدا الكيو ار ديالكم. في حاله ما لقيتوش هاد الايقونه كديروا تحديث لتطبيق الواتساب عن طريق بلاي ستور. من بعد كنجيو كنضغطوا على هاد الايقونه هادي، وهنا لتحت كتشوفوا الحساب ديالنا الحالي هو هذا، وكاين لتحت اجوتي اون كونت، يعني الا بغيتوا ديروا اضافه حساب ديال الواتساب اخر بلا ما تحملوا تطبيق بيزنس او لا واتساب الذهبي. يعني في هذا التطبيق بحد ذاته غادي تفتحوا فيه اكثر من حساب. غادي نضغطوا على اجوتي اون كونت بهذا الشكل، وهنا كتستناو شويه حتى كتحمل معكم هذه الواجهه. وهنا كتبداو انكم كتفتحوا الكونت اللي بغيتو بالرقم الثاني اللي بغيتو. في حال بغيتو تغيروا اللغه كتغيروا اللغه ديالكم. وهنا كتبعوا المراحل، كديروا اكسبتي ان كونتينيو. من بعد كتبعوا المراحل، وبهذه الطريقه كتحلوا كونت اخر في تطبيق الواتساب. يعني واتساب داير دابا بحال فيسبوك، يمكن لكم تحلوا اكثر من كونت. وهاد الميزه انا كنشوفها ميزه رائعه جدا، وكانت ضروريه في تطبيق الواتساب، حيت بزاف ديال الناس كانوا يضطروا انهم يحملوا تطبيق واتساب بيزنس او واتساب ذهبي او واتساب الازرق باش يديروا اكثر من حساب. ولكن دابا يمكن لكم ديروا اكثر من حساب في تطبيق الواتساب بحد ذاته. وهذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الشرح اللي درت لكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.